الرقاق الطري الجميل اللي ينفع لسحور رمضان وفطار وكل الأكلات اللي ما تنفعش من غيره. فعلا الرقاق جميل جدا، عاملينه على طريقتي، يعني أنا عاملاه على طريقتي. طريقته بصراحة جميلة جدا، بأسهل الطرق ومش مكلف كمان. ده أنا دايما بعمله في البيت. زي ما احنا شايفينه كده، يعني ده أنا مش عاملة فيديو كامل، بس لو حابين ان انتوا تعرفوا الطريقة اكتبولي في التعليقات وانا هقولكوا على كل حاجة ونعمل معاكم فيديو. يعني طريقة الرقاق، يعني أنا كنت عاملاه قبل كده في القناة مرتين اتنين، بس بصراحة كنت عاملاه على عين البوتاجاز. فده بصراحة يعني حاجة تانية خالص. بياخد راحته في الفرن، بيبقى طعمه جميل فعلا. وبرده طري طري جدا. وكمان عاملينه بالمكنة، يعني مش متعب، ولا مثلا عايزة حد يعني عدد كتير يقعد يفردلك الرقاق. عاملينه والله يا حبايبي فعلا يعني بطريقة جميلة جدا. وهقولك على كل اسرار وتفاصيل الرقاق، ازاي يطلع معاكي بالطريان وباللون الجميل ده، وكمان ريحته جميلة جدا من غير ما نحط عليه سمنة كتير ولا اي حاجة. هقولكوا كل ده في فيديو كامل ان شاء الله نعمله مع بعض. بس اكتبوا لنا يعني رأيكم لو عاوزين نعمل لكم طريقة الرقاق ده يعني عملي، بدل ما نشرح كده وخلاص. عرفوني، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله احاول اعمله لكم. انا صراحة كنت عاملة الفيديو ده قبل رمضان علشان السحور والفطار بيبقى موجود عندي في البيت. يعني مش بحب ان انا اخبز في ايام رمضان. هو يعني فعلا بيوفر علينا وقت ومجهود لما بيتعمل الحاجة اللي زي كده في قبل رمضان بتوفر علينا. واوقات صراحة يعني كنت بعمله برضه على عين البوتاجاز، يعني ما بتكوني محتاجة شوية، يعني مثلا كده على قد عشاء او غدا او هيفضل منهم شوية، بيبقوا سهلين يعني على عين البوتاجاز، مش بياخدوا وقت طويل. لكن ده طبعا بيبقى عاوز نعجن كمية ونقعد نخبزها. طبعا هو ما بياخدش حاجة لانه بالمكنة زي ما بقول لكم. في ناس كتير يقولوا الرقاق ما بينفعش في المكنة، لا بجد والله يا حبيبي انا ما بعملهوش الا في المكنة زي ما انتوا شايفينه كده. يعني كمان انا كنت بصور بايد وبحاول ان انا اوريلكم بايد. بس هو